ردوا بالكم الناس اللي خاطبين ولا مزوجين، سدوا فمكم، واللي مفارقين غادي يفهموا هذا الكلام مزيان. كيكونوا جوج باغيين بعضياتهم للزواج، سور باغيين بعضياتهم ومتفقين عليه، وكيجي واحد النهار وكيتفارقوا. علاش؟ وهما براسهم ما عارفينش علاش تفرقوا. الا سولتيهم علاش تفرقتوا غادي يقولوا لك ما عارف. هذا سميتو السحر التفريق. شكون اللي كيديروا لكم؟ كيديروه لكم الناس اللي قراب لكم بزاف وما حابينش يشوفوكم بجوج. وانت ولا انت اشنو كيولي كيبان لك في ديك اللحظه؟ الا كانت كتبان لك زوينه اولا انت كان كيبان لك زوين، كيولي العكس. المهم ما كتبقاوش مرتاحين، ضروري خصكم تفارقوا. وشنو الحل امر الدين؟ قال عليه الصلاه والسلام: اقضوا حوائجكم بالكتمان. يعني خطبتي اولا درتي شي حاجه سكت، اولا والله لا بقيتي معاها وسيرتو الا كانوا عارفينكم مرتاحين. نصيحه: الا بغيتي تنقذ راسك من هذا البروبليم، الا بان لك راسك غير باغي تدابز معاها، سير قلب 6 انت وياها وسيروا قراو لكم واحد شويه ديال القران وتفاهموا غير بالعقل. سولها اولا هي تسولك كيفاش كتحسي من جهتي هاد الايامات، واش كنعصبك، وحتى هي تسولك ياك ما طلعت لك في راسك واش دي فيه ويشد فيك، حتى تتفاداو هاد السحاره والمشعوذين اللي ما كيبغيوش الخير للناس. خلاصه هاد القول: ما تبقاش غير حل فمك واللي جا تعاود ليه، اعطيه عظم يتلاها فيه، وداكشي اللي باغي توصل ليه بقى مخبيه. راه الحوته كون بقات ساده فمها كون كاع ما تصيد. والسلام عليكم.